الزنقه. خلصت شغل، نازل مستعجل، ركبت العربيه وطاير بقى ماشي في امان الله في الطريق، ومره واحده الكورنيش قفش قمط. ما بتلاقي اصلا هو كبريت واقع على الارض، وتلاقي بقى واحده معاها عربيه جديده، لا اصلا اللي دوست على مش هيحصل، لا مش قادر اصلا، مش لا 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 لا, لا. يعني عايزه حلقه لوحديها اصلا. سيبك من الكلام ده، بعيد عن كل ده، وانا في الزحمه قاعد ساعه ساعتين، مره واحده حسيت ان انا عايز اخش الحمام. ورا وقدام طين كوكتيل بقى، حاجه بنت لذينه، هو سهم كده نزل عليا من فوق. انا عايز اخش الحمام دلوقتي، هما الاثنين مع بعض، انا قفشت. بصوا يا جماعه، انا اتصرفت وقاعد في العربيه بستجم في الزحمه من تاني. جالي حل عملي فسيولوجي منطقي غير طبيعي بالمره لمشكله الزنقه. انا لو كنت لابس بامبرز ما كانش حصل لي اللي حصل ده. تخيل لو احنا كلنا بنلبس بامبرز، اللي هو البامبز يعني. تصحى الصبح، تاخد شاورك، تلبس بامبرزك البامبرز بتاعك، وتنزل الراجل وحش في الشارع ولا همك اي زنقه. تحس ان في حد في ظهرك كده شايلك وضمك حاجه كده، بص قفشك كده، ولا تحس باي حاجه. وحش، بقول لك وحش. تلبس البوكسر عليه بوكسر الوان زي ما انت عايز، اهم حاجه البامبرز بتاعك سندك، بقول لك وحش، انت وحش. وطبعا هيبقى في مخالفات توصل لحد سحب الرخص لو انت مش لابس البامبرز بتاعك، واكيد هيحطوها على الامن والمتانه. يخش عليك امين الشرطه يقول لك بعد اذنك لو سمحت الرخص بتاعتك، تقوم مديله الرخصه. بعد اذنك لو سمحت حركه تتنطط نطتين، اسمع صوت البامبرز بتاعك بعد اذنك. سمع صوت البامبرز انت مشيت. لو معكش بقى البامبرز بتاعك هتشيل قته لغايه ما يجيبان لك صاحب. وطبعا في الفدائي المصري اللي هو مش هيلبس كده ويلبس البوكسر ويقول انا ماليش دعوه، انا هقضيها قوه احتباس ذاتيه وهنزل واعيش، ربنا يرزقه بامين شرطه يسلخه، ماليش فيه. وبالتالي هيبقى فيه بامبرز تعمل سايلنت، عشان انت لو داخل مكتبه مثلا والناس مركزه بقى ومش عارف ايه وبتاع، مش كل شويه تقعد تعمل فش فش فش. حضرتك بس لف لفتين كده شوف البامبرز، اتفضل ميرسي. البامبرز هيبقى ماركات برضه، هيبقى فيه نايك وهيبقى فيه اديداس، عشان الناس تبقى بتلعب كده وهي واثقه من نفسها، مفيش اي حاجه تشوت الشوطه حازقه، مفيش حاجه طلعت عادي بتاعتك كلها بتاعتك. وبعد كده هينزل حاجه من الكوتونيل، الكوتونيل دي هيبقى برشاحه، الرشاحه دي هتخلص كل حاجه. هينزل بشفاط برباط بيشحن حجاره قلم مش كهرباء، ضمان ضد التسريب، بيدي معاك مرهم عشان بس التسلخات والكلام ده ومش عارف ايه. اشتري كوتونيل دوت. بص ليه راح جاي بقى ايه طرف التيكت كده، هو من عارفه يقوم رافع عشان يبين لك ان هو لابس حاجه اصلي كده ومش بافتة يعني، فاهم. هيبقى في لمبه في كل بامبز، اللمبه دي لو حمراء يبقى الراجل ده شغال بص وعايش حياته، اللمبه دي صفراء يبقى الراجل ده ايه ممكن في اي وقت ينفجر، اخضر يبقى لسه مغير والدنيا حلوه. وطبعا الناس هتجيب البامبرز من بره عشان يبقى عليه جمارك، وهتلاقيه هنا اغلى زي الايفون 6 كده، الناس بتجيبه من بره عشان هنا غالي. الفتره اللي جايه دي لازم كلنا نلبس بامبرز او بامبز او بافتة، عشان احنا جوانا حاجات مزنوقين فيها، لو طلعت هتبوظ الدنيا، فلازم نمسكها شويه.